ويبقى السؤال المهم هنا يا صديقي العزيز، هو ايه اللي خلى الكاتب احمد عثمان يكتب روحي فيك كعمل روائي وهو خلاص اصلا صدر كمسلسل؟ رجعت له كل هانم ست العزبة. مساء الفل او صباح الفل عليك يا صديقي العزيز على حسب التوقيت اللي انت جاي بتتفرج فيه على الفيديو ده. اهلا بيك في مراجعة جديدة في فيديو جديد لاحد الاعمال اللي موجودة واللي نازلة في معرض الكتاب السنة دي، وهو روحي فيك للكاتب احمد عثمان. الحقيقه يا صديقي العزيز ان الكاتب احمد عثمان ليه عمل تاني موجود في معرض الكتاب السنه دي، وهو العدد السادس من سلسله حلمي مهران اللي بيحمل اسم مكالمه موت. لكن النهارده احنا جايين نعمل مراجعه لروايه روحي فيك، الروايه اللي اتكتبت وانتهت قبل صدور مسلسل روحي فيك او حلقات الجزء بتاع روحي فيك اللي كان ضمن مسلسل 55 مشكلة حب. والحقيقة ان مسلسل 55 مشكلة حب كان مسلسل ناجح جدا، وكان عبارة عن مجموعة قصص، كل قصة بتاخد 10 حلقات. لكن الحقيقة يا صديقي العزيز ان روحي فيك اتكتب كرواية قبل اصلا ما يصدر كمسلسل. والنقطة المهمة هنا ان احمد عثمان مش بس كاتب روائي، هو كاتب روائي وسيناريست، فهو اللي كتب الرواية وبعد كده حولها لسيناريو، والسيناريو تم تحويله ل10 حلقات اللي اسمهم روحي فيك في مسلسل 55 مشكلة حب. اللطيف في الموضوع ان احمد عثمان بعت لي اول 4 فصول من روحي فيك قبل صدور المسلسل بتاع 2-3 مثلا. فالحقيقة الواحد اتبسط جدا جدا جدا، انا كنت مستمتع وانا بتفرج على عمل روائي تم تحويله لعمل درامي، من جودته تم تحويله لعمل درامي من قبل حتى صدور الرواية. فعلى قد ما فرحت على قد ما كنت متخوف جدا، متخوف ان اللي موجود في المسلسل هو اللي لاقيه موجود في العمل الروائي كوبي بيست، فما حسش بأي فرق. ولكن طبعا أحمد عثمان ما عملش كده، وعمل حاجات تانية كتيرة جدا داخل العمل. وهنا يا صديقي العزيز اقدر اقول لك ان رواية روحي فيك من كتابة الكاتب احمد عثمان هتصدر مع دار كيان في عام 2024. وبداية العمل بتكون مع الدكتور ثابت عقل الطبيب النفسي، هو وزوجته المهندسة المعمارية او مهندسة الديكور سحر، واحدة من اكبر مهندسات الديكور اللي موجودين في البلد. والبداية بتاعت الرواية بتكون ان هم متجمعين في قصر قديم وغريب جدا، والقصر ده بيكون فيه شاهدين او قبرين بيطلوا على النيل. وبتبتدي سحر تلاحظ شيء غريب موجود على صفحات المياه او على صفحة مياه النيل لما بتسيب جوزها وبتقوم تتمشى على النيل شوية. وده بيكون بعد ما بيبقوا قعدوا مع حارس العقار او حارس الفيلا او حارس القصر ومراته بتبتدي تقرا لهم الودع، فتكشف اسرار موجودة ما بين ثابت وما بين سحر مراته. فمن الملل ومن الزهق بتقرر سحر زي ما قلت ان هي تقوم وتتمشى كده شويه لحد الضفه بتاعت النيل، وتقف على ضفه النيل قرب النيل وتبتدي تبص على النيل علشان تحاول انها تهدي اعصابها. ولكن هي بتلمح حاجه غريبه موجوده في النيل. ومن هنا يا صديقي العزيز بتبتدي معانا احداث الروايه، لان من اول الفصل الثاني بنلاقي على طول فجاه ان الاتنين اللي كانوا بيحبوا بعض وكانوا قاعدين في القصر والمفروض بيقضوا وقت لطيف مع بعض، في الفصل الثاني على طول هم منفصلين، ومنفصلين بقالهم حبه. بالعكس دول منفصلين بقالهم حبه وهي مش عايزه ترجع له، سحر مش عايزه ترجع لجوزها الدكتور ثابت عقل. والنقطه الغريبه هنا او النقطه الجميله هنا ان سحر بتبتدي تجيلها في اللحظه دي بعض التهيؤات وبعض الحاجات اللي كانت بتشوفها، بتتخيلها، بتتوهمها، سميها زي ما تسميها، الا انها بتشوف حاجات. ده غير ان هي بدأ يبقى عندها عدم ادراك وعدم احساس بالوقت اللي بيمر بيها، فبتفوت ميتنج مهم قوي وبتفوت حاجات مهمة جدا كانت عندها في اليوم اللي هي صحيت فيه في الفصل الثاني، علشان نبتدي نعرف ان في مشكلة كبيرة جدا موجودة عند سحر. الدكتور ثابت عقل على مدار احداث العمل كله وعلى مدار احداث الرواية كان دايما بيحاول ان هو ينول رضا وود طليقته المهندسة سحر، وحاول ان هو يرجع لها وبيحاول ان هو يتواصل معاها، ولكن مفيش فايدة. كان في تعنت وكان في تذمر وكان في رفض كبير جدا من سحر ما كناش قادرين نفهمه، لحد ما بنوصل لنقطة معينة وبنبتدي نعرف ان سحر بالفعل تزوجت سرا. وهذه الجوازة المنيلة ب60 نيلة كانت سبب كل البلاوي اللي حصلت داخل صفحات العمل. فمن أول نهاية الفصل الثاني بنبتدي نعرف إن احنا داخلين على مدعكة. وده لأن زوج سحر الحالي خالد كان ليه تويستاية كبيرة جدا، وكان ليه نقطة مهمة جدا، وكان ليه لقطة
غريبة وغير منطقية وفي نفس التوقيت كانت بتحوم حواليه شبهات كتيرة قوي على مدار صفحات العمل، من الطريقة اللي كان بيتكلم بيها للطريقة اللي كان بيلبس بيها للطريقة اللي كان بيتعامل بيها مع سحر للطريقة اللي سحر كانت بتتعامل معاه بيها للطريقة اللي هما الاتنين كانوا بيتعاملوا بيهم مع الواقع المحيط بيهم والعالم المحيط بيهم والناس المحيطة بيهم. وفي نقطة تانية مهمة جدا، ان مش كل الاحداث اللي موجودة في الرواية بتحصل في وقتنا الحالي، لا، في بعض الاحداث بتحصل في الماضي. فانت كان في جزء كده كان في تنقل ترجع فيه بالذكريات، حد بيفتكر حاجة، حد بيحكي حاجة، الكاتب بيسرد لنا حاجة من اللي حصلت في الماضي علشان نعرف ايه علاقة اللي بيحصل ده كله باحدى الشخصيات اللي كانت سحر بتتخيلها طول الوقت على مدار الرواية، وهي شخصية جميلة، الشخصية اللي كانت نسخة طبق الأصل من سحر. فإيه العلاقة اللي موجودة ما بين ثابت عقل وما بين سحر وما بين خالد وما بين جميلة؟ ما بين الاربع شخصيات دول هتعمل 14-15 كروس كده، خالد وسحر، سحر وجميلة، جميلة وثابت، ثابت وخالد، تقدر توصل 5000 نقطة ما بين كل شخصية والتانية، وهتلاقي في رابط، وهتلاقي ان في صلة، وهتلاقي ان في لينك يوصلك من كل شخصية للتانية، وهتلاقي ان الشخصيات كلها متشابكة جدا ومترابطة جدا، بل واحداث والوقائع والقصص بتاعت كل شخصية من دول هتلاقيها متشابكة مع باقي الشخصيات اللي كانت موجودة. لكن بعد الكلام اللي احنا قلناه ده كله، هل سحر فعلا كان بيتخيل لها وكان بيتهيأ لها الحاجات اللي كانت موجودة؟ قصة الحب العنيفة والعنيفة بشكل رومانتيكي قوي زيادة عن اللزوم، قصة الحب الرومانسية اوفر اللي كانت موجودة ما بين سحر وما بين خالد، التمسك والتعلق المرضي اللي كان متعلقه الطبيب النفسي بزوجته القديمة او طليقته سحر، كان برضو غريب قوي. الرفض الغريب اللي كان موجود ما بين سحر وما بين او من سحر ناحية طليقها ثابت عقل برضو كان غريب جدا، وما كانش ليه مبرر قوي قوي موجود داخل المسلسل، لكن داخل صفحات الرواية لا يا معلم، الموضوع مختلف. وهنا بقى خلينا اتكلم معاك في نقطة مهمة قوي، وهي ان كل الحاجات اللي انت كنت ممكن تكون حاسس انها ناقصة او مش موجودة في المسلسل هي فعليا موجودة في الرواية، وده لان الرواية واخدة حقها، واخدة وضعها. يعني مثلا في حتة بتاعت اخو سحر ومراته اللي كانت بتتعامل معاه بشكل وحش جدا وشكل سيء جدا، وفي المسلسل هي كانت بتتعامل معاه بالشكل ده وبالاسلوب ده، وما فهمناش ولا عرفنا ليه. الكلام ده جه منين؟ فين الهيستوري بتاع الاتنين دول؟ الكلام ده مكتوب. ليه سحر بقت في مشكلة ما بينها كبيرة ما بينها وما بين ثابت عقل؟ برضو الكلام ده مكتوب. كل التربيطات وكل الإضافات اللي كانت موجودة داخل صفحات العمل خلتني أحس إن أنا بقرأ قصة جديدة تماما وقصة مختلفة تماما عن اللي أنا اتفرجت عليها داخل المسلسل. فبالتالي التخوف اللي كان عندي اللي أنا كلمتك عنه في بداية الفيديو، إن أنا أحس إن اللي أنا اتفرجت عليه هو اللي مكتوب هو صفحة داخل صفحات العمل، طلع مش صح إطلاقا، مش صح إطلاقا. عثمان عرف يلعبها حقيقي بصياعة، قدر ان هو ياخد لي الاسنس، الكور، الاوريجين بتاع الستوري اللي كانت موجودة، اللي هي اصلا كانت مكتوبة اساسا من قبل المسلسل ما يتعمل، تمام، وقدر كمان بعد المسلسل انه يحسن ويعدل ويطور في القصة وفي الاحداث وفي المبررات وفي الشخصيات وفي الباك جراوندز بتاعت كل شخصية من دول، وقدر ان هو يديني كل المسببات. يعني انا مثلا فاكر انه انا كلمت عثمان بعد المسلسل، بعد ما اتفرجت على المسلسل كله هو بعت لي روايه علشان اقراها. انا كان في حاجات كتيره جدا في المسلسل انا ما كنتش فاهمها، لكن لما قريت الروايه لا، ده كانها قصه تانية، ده كانها حاجه تانية، ده كأن انت اديتني الكتالوج بتاع القصه حرفيا داخل صفحات هذه الروايه. فانت لو فاكر ان اللي انت شفته على شاشه التلفزيون هو كوبي بيست اللي انت هتشوفه داخل صفحات العمل، اطلاقا اطلاقا. الحشو اللي كان موجود، ولا اقصده بكلمه الحشو، هي الزيادات والاضافات والحاجات اللي كانت موجوده داخل صفحات العمل ومش موجوده على الشاشه داخل المسلسل، حقيقي حولت لي القصه لحاجه تانية خالص، بفكر تاني خالص، بحشو كان ليه لازمه، باضافات، بلاش حشو، باضافات ليها لازمه وليها لازمه كويسه جدا وممتازه ورائعه، خاصه في النهايه اللي كانت مختلفه تمام الاختلاف عن اللي كان موجود في المسلسل. النهايه بتاعت الروايه حقيقي قويه جدا، النهايه اللي كانت موجوده في المسلسل اضعف، يعني ابقى مضطر اقول انها اضعف من اللي كانت موجوده في الروايه. النهايه اللي كانت موجوده في الروايه مبنيه صح، النهايه اللي كانت موجوده في الروايه حقيقي كانت جباره، كانت ملعوبه حلو، كانت مرسومه رسم. وطبعا كعاده احمد عثمان لازم يسوحك طول العمل في قصه، في حوار،
في تيتا وتلاقي في الاخر تلاقي نفسك فين؟ في برتيتا تانية. نفس القلم هو تاخده في النهايات بتاعت اعمال احمد عثمان. الجميل في الموضوع برضو ان كل الشخصيات اللي كانت موجودة على صفحات العمل كان ليها لازمة وكان ليها دور قوي قوي ومؤثر. يعني اقدر بشكل غير مباشر اقول ان كل الشخصيات اللي كانت موجودة داخل مسلسل ميجر كاركترز كلها تعتبر شخصيات اساسية باختلاف ثقل وحجم والدور اللي كانت بتاخده كل شخصية اللي بتلعبه في الأحداث بتاعت القصة. فما أقدرش أقول إن أبطال القصة بس هم سحر وخالد وثابت عقل وجميلة، لا، في شخصيات تانية كان ليها دور مهم جدا قد يكون محوري داخل صفحات هذا العمل. وبسبب التأثير المحوري اللي كان موجود عند الشخصيات دي أقدر أقول إن هي ارتقت من مرحلة الشخصية الفرعية لقرب الشخصية الرئيسية أو قرب الشخصيات الأساسية اللي المفروض إنها تكون شخصيات مؤثرة ومحورية في العمل. طيب دلوقتي يا صديقي العزيز خلينا اتكلم معاك في النقاط السلبيه والنقاط الايجابيه اللي موجوده داخل صفحات هذا العمل. اول نقطه حابب اتكلم معاك فيها صديقي العزيز هي ان السرد داخل صفحات هذه الروايه باللغه العربيه الفصحى، واللي كان واضح فيها جدا تطور الكاتب والنضج اللي الكاتب وصل له بسبب ممارسه الكتابه بشكل كبير جدا. فهتلاقي وهتلاحظ وجود نضج ووجود اختلاف في اسلوب الكاتب وفي طريقته في السرد وفي كتابته للسرد. هتلاقي ان الموضوع ده اتطور وبقى احسن بكتير جدا 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 من قبل كده. اما الحوار داخل صفحات الروايه فمكتوب باللغه العاميه، واعتقد ان دي كانت حاجه كويسه ما كانتش حاجه وحشه بسبب التخبطات النفسيه والالم والوجع والحب والرومانسيه والحاجات دي كلها، المشاعر الادميه والمشاعر الانسانيه اللي كانت موجوده داخل سحر، داخل خالد، داخل جميله، داخل ثابت عقل نفسه، الصراع اللي كان موجود داخل ثابت عقل ما بين الزوج اللي طلق مراته ولسه بيحبها وعايز يرجع لها، وما بين الطبيب النفسي اللي بيحاول انه يواجه مشاكله النفسيه والمشاكل اللي عند مراته ومشاكل الناس المحيطه بيه. كل دي تم التعبير عنها باللغه العاميه المصريه بشكل حلو جدا 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 وبسيط جدا وسلس جدا، ساهم وساعد في وصول كل المشاعر وكل الافكار دي بابسط واسهل الطرق. اما النقطه الايجابيه الثانيه هي الشخصيات تم بنائها بشكل اكبر واعمق واقوى بكتير جدا 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 داخل صفحات الروايه. مفيش تصرف شخصيه اتصرفته الا لما كان ليه مبرر، مفيش حاجة شخصية عملتها أو كلمة شخصية قالتها إلا لما كان ليها مرجعية، كان ليها خلفية. والحقيقة إن الكاتب أحمد عثمان خد راحته قوي 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 في إنه يتكلم عن الشخصيات ويديني مبررات الشخصيات وخلفيات الشخصيات وعلاقات الشخصيات ببعض علشان يربط لي كل الشخصيات دي مع بعض في حبكة زي اللي موجودة في العمل، علشان في الآخر يطلع لي منتج جميل وجيد جدا ومختلف تماما عن النسخة الدرامية منه اللي نزلت في التلفزيون. اما النقطة الثالثة وهي ترابط قصة روحي فيك بالعالم بتاع احمد عثمان. يعني مثلا على سبيل المثال في عام 2023 صدرت رواية السيناريو اكس للكاتب احمد عثمان، واللي كان احد ابطالها هو السجين اكس. السجين اكس واحد من الابطال اللي موجودين داخل رواية روحي فيك، واحد من المرضى النفسيين اللي موجودين داخل رواية روحي فيك اللي بيحقق معاهم وبيتكلم معاهم الدكتور ثابت عقل. وهنا سألت نفسي سؤال في منتهى الأهمية، هي روحي فيك حصلت في وقت أحداث السيناريو اكس ولا قبلها ولا بعدها؟ والحقيقه ان احمد عثمان مرضاش يرد على السؤال ده، فواضح ان هو ناوي يجاوب لنا على السؤال ده في حته كده في الروايه اللي جايه مثلا ولا حاجه. فاحمد عثمان بيعرف يبني العالم بتاعه بشكل حلو جدا الحقيقه وبشكل ممتاز، وبيعرف يربط لي الشخصيات بتاعته بشكل رائع الحقيقه. يعني انا اول ما لقيت السجين اكس اساسا في التلفزيون انا كنت بسقف بايدي ورجلي الحقيقه، يعني مش هكذب. ولما شفت المبررات بقى، الزيادات، الاضافات اللي عملها الكاتب احمد عثمان لشخصيه السجين اكس داخل صفحات روحي فيك، لا ده زودت لي متعتي بالسيناريو اكس لدرجة ان انا عايز ارجع اقراها تاني، وفي نفس الوقت اداني شخصية قديمة بس خلاها بنفس الثقل والقوة ده لو ما كانش اكتر داخل روحي فيك، لان كان ليها دور محوري جدا 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 ومؤثر جدا 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 داخل صفحات العمل. لو حبيت اكلمك يا صديقي العزيز عن السلبيات فاعتقد عندي نقطتين هم اللي انا حابب اتكلم عنهم. اول واحدة هي المراجعة والتدقيق اللي المفروض يتعملوا داخل الرواية واللي لسه ما اتعملوش او ممكن يحصل فيهم عملية تطوير لسه وتحسين قبل ما الرواية تنزل، ودي نقطة انا مش متأكد منها. ولكن لو اتكلم على النسخة اللي وصلتني والنسخة اللي انا قريتها فالنسخة كانت لسه محتاجة تدقيق ولسه محتاجة
محتاجه مراجعه ولسه محتاجه شويه ريفايننج او ريتيوننج بسيط كده اللي المفروض يتعمل قبل صدور الروايه. فاكيد على وقت صدور الروايه هتلاقوا ان الحاجات دي كلها ان شاء الله يعني تكون اتظبطت وتكون اتحسنت، ولكن وجب التنويه بما ان انا شفت الحاجات دي ولقيتها بعيني. تاني نقطه او تاني سلبيه انا حابب ان انا اتكلم عليها او اقولها، هي انك هتحس في جزء او في بعض الاجزاء البسيطه من الروايه انك شفت الحاجه دي قبل كده، انك اتفرجت على الحاجه دي قبل كده. وده طبيعي، ومش عايز اقول ان هي سلبيه، ولكن انت بالتاكيد هتحس بالاحساس ده وبالتاكيد هتشعر بالحاجه دي، ولكن ده مش هيكون الاحساس الغالب ليك ومش هيكون الاحساس الطاغي وانت بتقرا العمل، لان الاضافات الكتير اللي عملها احمد عثمان داخل صفحات الروايه حولت لي العمل ده لحاجه تانية غير اللي كانت موجوده على شاشه التلفزيون كعمل درامي. ده حاجه وده حاجه، فيهم من بعض، اكيد فيهم من بعض، فيهم من روح بعض. فيهم من روح بعض، روح فيك ماشي، فيهم اكيد من روح بعض، فيهم من الاحداث، فيهم من الاحداث، فيهم من الديالوج او من الحوار، اكيد فيهم من الديالوج واكيد فيهم من الحوار. الشخصيات اكيد هي مش هنخترع شخصيات جديده. علشان كده انا بقول لك هتحس ببعض التكرار، ولكن التكرار ده مش هيضايقك ومش هيزعلك بسبب الزيادات والحاجات اللي زودها واللي كانت موجوده داخل الروايه ولم يتم عرضها داخل المسلسل. ودي نقطه مهمه جدا دايما اصلا بنلاحظها وبناخد بالنا منها داخل صفحات الاعمال اللي بعد كده بتتحول لاعمال دراميه. وابسط مثال على كده هاري بوتر. اللي يقرا هاري بوتر ويجي يتفرج على الافلام يقول لك يا معلم فين بيفز؟ على الاقل شخصيه بيفز كلها على مدار 7 أجزاء ما طلعتش في ال8 أفلام اساسا. فانت في روحي فيك هتلاقي نفس الموضوع، هتلاقي في حاجات كتيره كانت موجوده داخل صفحات العمل ما طلعتش اصلا في المسلسل. والحقيقه ان انا فعلا استمتعت جدا بقراءه العمل مع اني اتفرجت عليه كمسلسل، ولما رجعت بعد كده قريت العمل بعد ما كنت خلصت المسلسل، قريت العمل كاملا مش اول 4 فصول بقى، العمل كاملا بعد ما اتفرجت على المسلسل. لا الحقيقه انا استمتعت جدا، اتفرجت على المسلسل ولكن لما قريت العمل نفسه استمتعت بيه جدا جدا جدا. فعلا ده حاجه وده حاجه تانية خالص. فاستمتعت جدا بيه، استمتعت بالاختلافات، استمتعت بالشخصيات، استمتعت بالشخصيات الاضافيه، بالاحداث الاضافيه اللي موجوده، بالخلفيات الاضافيه اللي موجوده للشخصيات، المبررات اللي موجوده للشخصيات، الخلفيات اللي موجوده للشخصيات. كل الحاجات دي كانت حلوه جدا وكانت ممتعه جدا وساعدت العمل انه يكون مختلف تمام الاختلاف عن العمل الدرامي. وبس كده يا صديقي العزيز، هو ده الكلام اللي عندي وكل الكلام اللي انا اقدر اقوله لك بخصوص روايه روحي فيك للكاتب احمد عثمان اللي هتصدر مع دار كيان للنشر والتوزيع.